هلو تعالوا اقول لكم كده طريقه عمل الفرنش بريس لو هي عندكم ومش عارفين تستخدموها صح ازاي. مبدئيا كده فرنش بريس احنا بنستخدم فيها قهوه متوسطه التحميص او الطحن. يعني ايه؟ يعني مش ناعمه ومش خشنه، ومش خشنه قوي، متوسطه. حلو الكلام. انا بسيب الميه تغلي، ونقطه نقطه مهمه ان الميه بعد ما تغلي تسيبوها تبرد شويه. يعني تطلع تنزل عن ال100 درجة بتاعة الغليان، لأن أساسا القهوة طعمها لما المية بتغلي ما بتبقاش حلوة في الفرنش بريس. فاحنا بنسيبها تهدى شوية، وعشان كمان الإزاز يستحملها، لأن احنا لسه هنضغط، فالحرارة ما الإزاز ما يطقش مننا ولا حاجة. يفضل ان احنا لو في ميه دافيه كده يعني نشغل الميه السخنه بتاعه الحنفيه ونشطف بيها الفرنش بريس، بحيث ان هو ياخد من درجه حراره القهوه. هننزل بمعلقتين عليهم السكر اللي احنا عايزينه، معلقتين قهوه بتاعتنا عليهم السكر اللي احنا عايزينه. وبعدين هنبتدي بقى ننزل الميه، وانتي بتنزلي الميه نزليها بالراحه. زي ما قلت لك احنا عايزين ننزل الميه بالراحه علشان يعني الازاز ما يفرقعش معانا، بالراحه جدا. انتي احنا الميه اوريدي بردناها شويه، يعني هي لسه ستيل سخنه، بس بردناها عن درجه الغليان بتاعتها. سيبناها تبرد شويه، دقيقتين 3 كده تبرد، وبعدين نبتدي ننزل بالراحه خالص، نقلب تقليبه لغايه ما ندوب السكر. زي ندوب السكر لغايه دلوقتي مفيش اي تعقيدات ولا اي حاجه صعبه. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنسيبها واحنا رافعين الهاندل ده، نسيبها 4 دقايق تخمر، وبعدين نبتدي ننزل البريس بتاعها بالراحة خالص. بلاش ننزله بسرعة، بالراحة خالص ننزله وبعدين نصبه عادي بقى خالص في المج بتاعنا. طيب اسكت كده؟ لا ما اسكتش، هوريكم بقى طريقة عمل الفرنش بريس هياها. احنا بعد ما نصب القهوة بتاعتنا في الموق الجميل اللذيذ، هنبتدي ان احنا نعمل الفومينج، كأننا بنعمل بقى كابتشينو حلو كده ولذيذ. كله بالمكنة دي. وهتطلع معاكم احلى كابتشينو. تمام، هنعمل ايه بقى؟ انا شطفت المكنة او الفرنش بريس بتاعتي، ابتديت احط لبن بارد دافي اللي انت عايزاه. وهنبتدي بقى، بصوا بقى، اول حاجه عشان نعمل الفومينج او فروستنج للبن مظبوط، بننزل البريس 3 مرات بالراحه، يعني مره 2 3، ونبتدي نضغط بقى 30 ضغطه بسرعه. 30 ضغطة بسرعة، هتلاقي نفس الهاندل نفسها دي او العمود نفسه ده اتقل معاكي. اللبن اتضاعف، وهتحسي بالرغوة دلوقتي. هتشوفي المنظر دلوقتي عامل ازاي. اللبن نزل زي كأنه كريمي كده. بصوا، قمر قمر يا جماعة، أنا بحب الشكل ده قوي. وبعدين الرغوة في الاخر هوريها لكم بقى. بصوا الرغوة، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الفن ده؟ المكنه دي يا جماعه لازم بجد تبقى عندكم لمحبين القهوه. يعني انا جايبه الحجم الصغير بتاعها، وفي منها احجام كبيره عشان تكفي لو عدد كبير. وبالهنا والشفا كانت طريقه الكابتشينو بالهنا.